السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله نهار جديد، جينا هاد القطيع كيف ما العادة غادي نعطوهم الماكلة، غنعطوهم الماكلة في العلافات، وغادي نعطيهم الفيتامين على ود المردودية ديال البيض وعلى ود الخصوبة على ود الفرارج، وغادي ندير واحد شوية ديال الشيح عاوتاني غادي نبخر به ليكاج مزيان على ود باش نعقمو إن شاء الله الجو، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نجمعوا البيض. والحمد لله الامور راها غاديه مزيان ولله الحمد. واخا كاينه دابا البروده، راه كل المدن المغربيه راه كاينه واحد البروده لا اله الا الله، ولكن الحمد لله الانتاجيه راه باقا مزيانه في البيض، والفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى. والخدمه الخدمه حتى هي كتلعب دور. الا كنتي مهلي في القطيع ديالك وعارف الامور اللي خاصه في القطيع ديالك وكتخدم عليها، الانسان راه كيمشي مزيان. اما الا كنتي غير مهمل وغير ما مسوقش وكتجي تكب غير العلافه تعمرها وتطلق المصافي وتمشي، راه ما كاين والو. حاليا راه كما تلاحظوا راه العلافه راه خاويه. الحمد لله هذا راه البيض ديال الدجاج الفرنسي، اللهم بارك. الحمد لله البيض ديال يومين تقريبا من 16 نتوه اللي باديه في الانتاجيه. وبحال هاد الاناث هادو راه مازال ما كاينينش في البرودكسيون، بشويه. بحال هاد الانثى هادي راه مازال ما كتبيضش، يعني باقي يلاه قريبه للرشيم. كاينه هي وكاينه عاوتاني هادي هي باقا صغيره، كاينه هادي. المهم كاينين اناث تقريبا واحد 10 اناث اللي كاينين في هذا القطيع، وكاينه 16 نتوه اللي كبيره من غير القطيع ديال الاباء. هادي راه قبيح، هادي راه قبيح هاد الانثى هادي. هذا القطيع ديال الابناء ديال الجيل الاول اللي عندي هنا في المزرعه، اللي هو هذا. جينا نقادوها عورناه، ماشي مشكل. غنمشيو على الطريقه هذه كاج بكاج. تقريبا عندي الاسترالوب هو اللي مسالي العلف ديالو، هو الدجاج الفرنسي. اما لي كاج الاخرين مازال فيهم شويه العلف، ولكن غادي نزيدوهم لهم العلف، ما نخليهمش بلاش. نمشيو عند القطيع ديال الايزابرا. غادي نحاول انني نسرع الفيديو شويه في الدخول ديالي، كيفاش ملي كنبغي ندخل ليكاج، باش ما يستغرقش لينا وقت وما يكونش الفيديو مبرا طويل وفيه الملل شويه. نحاولوا اننا نعطيو هادو الايزابرا. كما كتلاحظوا راه باقي عندهم العلف، انا غنزيدوهم العلف ديالهم. يا ربي غير ما يتكفحش لينا بحال العلف ديال الاسترالوب. في الامور راه مزيانه. باقي غندير واحد الدوره باش نجمع البيض. هاد البيض ديال الايزابرا راه الناس اللي كتبغيه راني كنبيعو لهم، ولكن الاغلبيه مخليه الاستهلاك ديال الدار. الناس اللي كيطلبوه ليا راه كنبيعو، وانا اصلا نديرو على ود البرودكسيون ديال الدار. يعني كتوكل ماكله زوينه، يعني بلا ما نشرو البيض من على برا. بقاش اغلبيه هنا البيض ديال السلالات هذا كنوجهو للتفقيس او لا كما قلنا كنوجهو للتفقيس او لا كنوجهو للبيع، كيتباع بيض مخصب. وعندي واحد القطيع اخر مخلط فيه شويه البلدي وفيه شويه الخليط، دابا ندورو الجهه ديالو ان شاء الله. بالنسبه هادو راه القطيع ديال نيو هامشير، اللهم بارك.
نيو هامشير كيف ما كنقولوا الحقيقي. خليني من نيو هامشير اللي كيدور حاليا، كتلقى غير السميه ديال نيو هامشير، المواصفات الله يجيب. هادو هما المواصفات ديال نيو هامشير الاصلي. ذكر اللهم بارك ما شاء الله. ندوزو نعطيو العلف ديالهم. هذا هو البيض ديالهم ما شاء الله اللهم بارك. دابا 3 ليكاج اللي عطيناهم العلف. غندوزو عند الكاج الرابع ديال البراهمه. حتى هما مازال عندهم شويه العلف اللهم بارك. واحد الانثى ديال البراهمه راه رسمات ما شاء الله اللهم بارك. هذه اللي يلاه راشمه هاد الزرقاء. ايوا مزيان الحمد لله، الامور غاديه بخير وعلى خير. ملي كتكون المردوديه ديال البيض عرف راه الدجاج عندك مزيان، عرف راه الخدمه الطريتمون اللي درتي ليهم ولا الامور ولا السيستيم اللي غادي بيه راه مزيان. كانت عندك الامور ناقصه في البيض عرف عندك شي مشكل. هنا فين كيبان المربي كما كنقولوا حنا المحترف على المربي المبتدئ. المبتدئ كيكون ما عارفش ولكن مع الخبره كيتعلم. اما اللي كيكون مثلا محترف كيدخل عند القطيع ديالو كيعرف المشاكل اللي عنده في القطيع كيحاول انه كيصلحها صافي كترجع الامور مزيان. وكاينين عاوتاني الناس اللي ما كيبغوش يتعلموا، ما كيسولوش، كيتكبروا. كاين دابا اللي كيسحب راسو ولا عارف كل شيء وهو راه باقي ما عارف والو. ديما الانسان يصغر راسو ويتعلم. حاليا ما كاين حتى شي واحد الان محترف، بقاش الاغلبيه كيتعلموا. حنا مع الاغلبيه. اللي قال لك شي واحد على راسو انا راه محترف ولا انا راني حريفي وكنعرف كل شيء، واللي راه مازال باقي خاصك تتعلم. هذا هو القطيع ديال الفور ويرك ما شاء الله اللهم بارك. ايوا الفور ويرك هذا عندي نتوى وحده اللي راشمه، هاي من الاناث الاخرين مازال. دابا بقى لنا الكاج ديال السوسيكس الفو في القطيع ديال الفرنسي الاباء، القطيع ديال لي جون دوري، والقطيع الكبير ديال الفرنسي الصغير. غادي نحاول نديرو في اخر كاج. عندك الاخر كاج هو اللي غادي يعطي لي كاج كاملين تقريبا. عندنا 9 ديال لي كاج، الكاج الاخر هو اللي غيدفع البرد كاملين. تقريبا راه الغلاقه كتهز تقريبا واحد 30 مليم. بالنسبه لهاد السيتيرنا راه فيها 30. داكشي علاش كندير غلاقه السيتيرنا كيف ما قلنا 30
30 اطرو غنديرو فيها 30 ملم. من بعد ما كملنا الخدمه ديال الفيتامين اللي عطينا الدجاج في الماء، دابا غندوزو باش نجمع البيض ديال القطيع. واول قطيع غنبدا به اليوم ان شاء الله هو الدجاج الفرنسي. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه غنبداو بها هذه، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كيف ما العاده العلف راه كيتكون من البياضه ومن رويزه. دابا غندوزو عند القطيع ديال الليجور ندوري. الليجور ندوري راه يلاه مازال الرشيم، يلاه بدا كيرشم، مازال البيض ديالو ما كنبيعوش مخصب، يعني باقي الكباري شويه صغير ماشي ديال التفقيس. بالنسبه للاناث اللي رشمو راه عندنا هادي وعندنا هاد الانثى هادي، راه المواصفات اللهم بارك. هاد لي جورن هذا راه تيب اونغليز، هذا راه كيهز اللحم وفي نفس الوقت البيض. راه الانثى راه شفتيها راه واحد الحجم، راه تبارك الله. غنقارنوها مع واحد الانثى تيب ديالها طاليان، ها هو فينا هاي. راه كاين واحد الفرق كبير ما بينها وما بين الانثى هادي. شتي كيفاش كتبان معاها، الحجم كيفاش كيبان. شوفوا هادي وشوفوا هادي. وهذا التيب اونغليز هو اللي كتميز بين المزرعه، هو اللي كان بادي عندي في الاول. غير ملي كتبي تجدد الدماء وهذا كتحاول انك تجيب من هنا وتجيب من هنا وصافي. بالنسبه للبيض يلا كاينين واحد جوج باقي صغار، الحجم ديالهم باقي صغير، ماشي ديال البيع ولا انك تفقسو. حاليا كيمشي للاستهلاك ديال الدار وصافي. دابا غندوزو عند القطيع ديال الدجاج الفرنسي عند الاباء. ما شاء الله اللهم بارك. والله عندهم ثلاثة وموالفاش ليهم، على الاقل موالفين كيخليو واحد 6 في النهار، 6 5 في يومين. ولكن هذا هو الدجاج، بعض المرات كتنقص الانتاجيه واحد النهار ولا يومين كترجع ثاني عاديه. ندوزو نشوفو الاناث ديال سوسكس لفوف شنو داروا معانا. ما شاء الله اللهم بارك. الاناث راه واجدين، كتقرب منهم واجدين، ولكن المشكل في الذكر اللي مازال ما واجدش. ما شاء الله اللهم بارك. يلاه جوج، كاين عندنا 5 الاناث. حتى هو هذا البيض هذا كيمشي للاستهلاك ديال الدار. دابا غندوزو عند الفورورك. ما شاء الله اللهم بارك، مواصفات اللهم بارك. الذكر مازال شويه كيخاف. ما شاء الله اللهم بارك. كاين اليوم واحد جوج. ندوزو دابا عند الفيوم الالومنيوم. ماشي الفيوم الالومنيوم، هذا هو الجن الالومنيوم، ولكن واخا هكاك اللون ديالو كيشفى عليه، في واحد الجماليه اللهم بارك. حنا لقينا واحد النتوه متلبسه كتاكل في البيض،
ها هي حصلات، ها هي مهرسين البيضة وجالسة كتاكل فيها. أول مرة غتوقع ليا عند الفيومي. غنشوفو إلا عاودوها ديك الساعة غادي نديرو ليهم الحل. نحاولو أننا نحيدوها من تما متبقاش تما كدور، نديروها مع التراب. هاد المشكل هذا كيتشكاو منه الأغلبية ديال الناس. الحل ديالو أنك تشد واحد البيضة وتعمرها بالقبص، كتولي قاصحة، وتحطها للدجاجة تما هي كتبقى تضرب فيها حتى كتنيس، كتحيد من هذيك العادة. اولا كيداروا لهم واحد النظارات كيلصقوا في النيف ديال الدجاج، ما كيبقاش يشوف مثلا مباشره قدامه، كيشوف غير الجناب ديالو. يعني حتى لا بغى يفترس الدجاج اللي قدامه في الديل ديالو، الا بغى يفترس البيض ما كيبقاش كيبان ليه مزيان. هذا تا هو حل مزيان. جوج الحلول، يا اما دير بيضه ديال القبص، يا اما دير لهم هذوك النظارات اللي كيداروا الدجاج. بعدنا ما نديرو، كانت عندنا بيضه واحده ولكن هذيك هرساتها. دابا غادي ندوزو عند القاطع ديال الاسترال. هذا هو القاطع ديالنا ديال الاسترالوب، الاناد سبلاش، يعني داك السبلاش اللي ريشه بريشه، ماشي داك السبلاش العشوائي. الحمد لله. ندوزو نشوفو الحصيله ديال البيض. عندنا تقريبا سبعة شويه، يعني بدات كما كنقولوا الامور كتقاد. يمكن يتحل الباب باش تخرج شي نتوه. خليهم يخرجوا ماشي مشكل حتى نعاود ندخلهم. كملوا الجميع ديال البيض. ما شاء الله اللهم بارك. الكباري راه مزيان حاليا، راه كنبيعوا للناس. بالنسبه ديال الخصوبه راه مزيانه فيه. حيد هذوك البيضات ديال البراهمه اللي يهرسوهم، حطوهم مع البيض ديال الاستهلاك. ودابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا تقريبا شافوا ديك القشره ديال البيض غيطيروا عليها. خصني نحاول انني نحيدها باش ما يتعلموهاش. حيد اللوحه على برا. دابا غندوزو عند النيو هامشر الازرق. ما شاء الله اللهم بارك. منها ولاعه ومنها نجمعوا البيض. ما شاء الله اللهم بارك. هاد الأنثى هي اللي لقينا قبيله جالسه باغا تبيض. خلينا نهزو هذاك البيض وعاود يرجع. والو ما عرفتهاش. واه يلا ارجع لبلاصتك اسيدي. اسيدي ارجع. يلا سير بلاصتك. يلا سير اسيدي. واخر كاج بقى لينا هو الكاج ديال الازها براون. نشوفو تا هي اش عندها اليوم. غير هو الازها براون ضروري خصنا نزيدو واحد البلاصو باش في العمل نبقى ندخل ونخرج. ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبه للناس اللي كتسول على البيض المخصب،
راه ما يمكنش تعيط ليا بحال اليوم تقول لي 3 ايام 4 ايام غتجمع ليا البيض. راه كيكونوا دي كوموند، يعني الناس كيكونوا موصيين شهر شهر ونص حتى لشهرين. كتعطيني الكوموند ديالك كدوز ليا افونس باش نعرفك غادي تكونفيرمي الكوموند، من وراها كنبدا خدام معاك، كنعطيك النوبه ديالك كنبدا خدام معاك. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها في البيض المخصب. وهنا غنكونوا كملنا الفيديو ديالنا. الحمد لله هذا البيض ديال ايزابراون، البيض ديال الاسترالوب نيو هامشر الفورورك، وهنا كاين البيض ديال الدجاج الفرنسي وديال الليجور السوسكس والبراهما. نتمنى لكم الفيديو، واخا اليوم راه الفيديو طويل شويه ولكن ما عندنا ما نديرو، داكشي كاين اللي درناه واللي كاين في المزرعه راه حنا تقاسمنا معكم. والله يسر الامور للجميع ونهاركم مبروك.